Et tu, Brute, and fall, Caesar. صباح الفل أو مساء الفل. في حلقة النهاردة هنتكلم عن مسرحية بعنوان يوليوس سيزر، بس قبل ما نتكلم عنها خليني أقول لكم سريعا من هو يوليوس سيزر. سيزر ده هو واحد من أشهر القادة الرومان والسياسيين في التاريخ. بدأ في الجيش وترقى واحدة واحدة لحد ما بقى واحد من أهم وأقوى القادة في التاريخ، وأصبح هو القائد العظيم لروما بعد هزيمة البومبي اللي كان القائد وقتها وكان في نفس الوقت حليف لسيزر. بعدها تحول سيزر لإمبراطور روما الأول لحد وقت وفاته، والوفاة دي صنفت كواحدة من أبشع المؤامرات في التاريخ، ولكن دي بقى هنعرفها واحنا بنحكي أحداث المسرحية. المسرحية كتبها ويليام شكسبير، وكان بيركز فيها في المرحلة اللي بعد هزيمة بومبي وعودة سيزر لروما. بنشوف أول مشهد أجواء احتفال، وإزاي الناس بتزين الشوارع احتفالا برجوع القائد العظيم يوليوس سيزر. أما في المشهد الثاني فبنشوف سيزر وسط عامة الناس وهو بيحتفل وسط شعبه، ولكن بيقاطع المشهد الجميل ده أحد العرافين اللي بيقول له جملة مهمة قوي: احذر منتصف مارس. سيزر مش بيسمعه لأول مرة لأنه عنده ودن ضعيفة، فمارك أنتوني دراعه اليمين وقريبه بيقول له على المكذوب ده، بيقول إن هو بيقول احذر نص مارس، ولكن سيزر مش بيعبره ولا بيديله أي انتباه بحكم إن هو شخص مكذوب وبيقول إن هو بيهلوس يعني. ولكن بعد كده بنشوف كيسياس بيتكلم مع بروتس اللي كان برضه مقرب لسيزر، وبيقول له يا سيدي إن سيزر بقى قوي جدا وخطر جدا على الدولة، ولكن بيقاطعهم كاسكا ويقول لهم على آخر الأخبار، يعني هتنزل نشر دلوقتي بقى. سيزر اتعرض عليه التاج 3 مرات ورفضهم في ال3 مرات. الناس تعرض عليه التاج ويقول لهم لا انا مش هبقى ملك او امبراطور او وات. وفي المره الرابعه قبل العرض انه يكون ملك والحاكم الاوحد لروما. في المشهد اللي بعده بنشوف عاصفه رعديه في ليله ما قبل تتويج، وكاسكا بيلاحظ نظر شؤم غريبه جدا، زي انه شاف اسد بيحوم حوالين الكابيتول اللي هو المكان اللي كانوا بيجتمعوا فيه لمناقشه القضايا السياسيه والدينيه. مش بس كده، ده كمان شاف ستات مذعوره وبيجروا، بيقولوا انهم شافوا رجاله مولعين نار وماشيين في الشوارع عادي، وبومه بتصيح في السوق اثناء النهار. كل دي طبعا اشارات سرديه من شكسبير عشان يبين ان الطبيعه كلها سائره وهيحصل مصيبه. دايما في اي مسرحيه نناقشها هتلاقي شكسبير لازم يحط لك علامات كده. المهم بنكمل مع صديقنا كاسكا اللي بيوصل بيت ماركوس بروتس، ونلاقي مجتمع عنده مجموعه من السينتس او النواب، وبيقنعوه انه لازم يشارك معاهم في قتل سيزر لانه بقى خطر جدا على الدوله. وللاسف بيقتنع رغم حبه الشديد لسيزر واللي كانت بمثابة أب ليه، لكنه خاف من طموح سيزر وأعماه خوفه على وطنه. وفي اليوم اللي بعده بنشوف زوجة سيزر كالبورنيا بتترجاه إنه ما يروحش الكابيتول اليوم ده، عشان يا سيدي هي حلمت بكابوس سيء جدا، شافت فيه تمثال من تماثيل سيزر والدم بينهمر منه، والكثير من الرومان بيغسلوا ايديهم في دم سيزر. ولكنه ما اقتنعش بسبب كبره وبسبب ديسيوس اللي كان واحد من المتآمرين، اللي قال له النوبة تقول عنك ايه؟ هتقول ان قائدهم العظيم خايف يجي عشان حلم وحش. وبيقول له يا عم ده كده ممكن يرجعوا في كلامه وما يخلكش الحاكم. فبيروح معاه سيزر وبيتجه لقدره المميت، وينسى ان اليوم هو منتصف مارس. اثناء اجتماعهم في الكابيتول واثناء مناقشتهم لاحد الامور، بدأ كاسكا بأول طعنة ويقال إنها كانت القاتلة جسديا، وتوالى عليه المتآمرون واحد تلو الآخر بإجمالي 23 طعنة، ولكن سيزر صمد وقاوم 22 طعنة. ولكن لما شاف الخنجر في إيد ماركوس بروتس قال جملته الشهيرة: Et tu, Brute, and fall, Caesar. حتى أنت يا بروتس، إذن فليسقط سيزر. طعنة بروتس هنا يا جماعة كانت هي قاتلة لأنها كانت نفسية قبل ما تكون جسدية. أقرب الناس ليه انقلب ضده، فببساطة خلاص سيزر ما كانش عايز يقاوم. بعد كل اللي شافه ده حس إن مفيش فايدة من المقاومة، وسقط سيزر بالفعل. ولكن القصة ما انتهتش هنا. مارك أنتوني وصل للأسف متأخر بعد سقوط سيزر وموته، وقال لهم إن اللي حصل حصل. قال لهم بس أنا كل طالبه أقول أنا خطاب التأبين. المتآمرين كان معظمهم قبل برغم اعتراض كيسياس اللي حذرهم منه، وقال لهم إن ممكن أنتوني يقلب الناس علينا بعد ما هم أقنعوا الناس إن سيزر ده كان وحش وكان طاغية وقتلوه خوفا من إنه يتحول لإمبراطور. وفعلا أنتوني قدر يقلب الشعب على المتآمرين بعد ما قال لهم إن سيزر الوحش ده كان كاتب لكم أرضه وممتلكاته وجناينه عشان انتوا تعيشوا فيها. فالناس طبعا دلوقتي إيه، شافوه بطل وشهيد. وهنا بدأت الحرب الأهلية وهرب المتآمرين وماتوا واحد ورا التاني. كان أشهرهم كيسياس اللي قتل نفسه بنفس الخنجر اللي قتل بيه سيزر بعد ما وصلته أخبار غلط إن تيتينيوس مات على يد أنتوني. ومن بعده بروتس اللي انتحرت زوجته قبلها بكام يوم. فلما سمع خبر انتحار كيسياس يوم المعركة قرر انه خلاص يقتل نفسه، وقال قبل موته جملة جميلة جدا:
سيزر فلترقد بسلام الآن، أنا لم أقتلك وأنا بنصف سعادتي الآن، وأنا أقتل نفسي. وكده تكون المسرحية انتهت بفوز أنتوني ووفاة المتآمرين جميعا، وعلى رأسهم ماركوس بروتس، أحد أهم أسباب وفاة يوليوس سيزر. المسرحية دي يا جماعة من المسرحيات اللي أثرت فيها بشكل كبير جدا، وأنا فاكر إحنا في الجامعة لما كنا بندرسها، يعني فاكر المشهد اللي سيزر مات فيه، معظمنا كأولاد وبنات كنا اتأثرنا ودمعنا، يعني كانت الجملة نفسها تقيلة يعني. وكانت الدكتورة بتاعتنا عامله التايمنج بالظبط وقت نص مارس، لما وصلنا الجزء اللي يموت فيه سيزر في نص المسرحيه كان هو في نص مارس اوريدي. اول نقطه حابب اتكلم فيها النهارده هي سيزر والخذلان. I am not angry. I am in pain, and you put me here. The person who's supposed to love me more than anything. في المسرحيه يمكن صبر جسديا ولكنه ما قدرش نفسيا، والنقطه دي ممكن تحسوها يا جماعه جينيريك وواسعه قوي وممكن احد يتكلم فيها، ولكن مين فينا ما حسش بالخذلان؟ مين فينا ما حسش بوقت من الاوقات انه خلاص مش قادر يقوم، مش قادر يفايت على حاجه تاني لمجرد بس ان هو حس بالخذلان؟ عارفين يا جماعه اللي هو انت عمال تسعى على حاجه وعمال تجري في طريق ما عشان تكتشف ان الطريق ده غلط، او ان الشخص مش مستنيك. يعني انا فاكر مثل اتقال لي من حد قريب مني او كان قريب مني، يعني لما كنت بسال الناس ما هو الخذلان بالنسبه لكم، انا فاكر يعني سالت السؤال ده من 3 4 سنين كده، فالردود اللي جات لي كانت جميله قوي، ولكن في رد منهم مميز عشان هو كان من حد قريب مني. اتقال لي ان الخذلان بالنسبه له هو عامل زي العيل الصغير لما اهله يقولوا له احنا خارجين روح بس الكوتش بتاعك او الجزمه بتاعتك وتعالى، ويرجع لهم نزلوا وسابوه. انا ساعتها لما قريت الجمله دي سكت، زي ما بيقولوا تسمرت كده، مش عارف ارد. الوصف كان دقيق جدا يا جماعه، فعلا الموضوع عامل زي واحنا صغيرين لما كنا عيال وكنا اتقال لنا ايه يلا تعالى هتيجي معانا، فتفرح قوي قوي وترجع لا مفيش حد، تلاقيه سابوك ومشوا. انا بالنسبه لي الخذلان بيكون كده، يعني سيزر في المعركه اللي هو كان فيها دي لقى اكتر من 20 واحد بيتامروا عليه ومحوطينه وكلهم بالخناجر يعني على قد ما الموقف محزن على قد ما هو زي الحاجات اللي بنشوفها في الافلام المصريه وكده. خلاص خيانه بقى، والناس او في قطيع الحيوانات كلهم بيهجموا على القوي اللي فيهم عشان يغلبوه، ولكن هو صمد وكان عارف الناس دي كلها وحشه والناس دي كلها ممكن تقلب عليه. ولكن هحاول احط لكم الفيديو تقدروا تشوفوه عندي على انستجرام او يوتيوب، لما شاف يعني في التمثيل لما شاف الخنجر في ايد بروتوس من بعيد كده ساعتها سكت. يعني انا بحسها كانت خلاص، يعني الوقت وقف بيه، حاسس ان هو خلاص يعني هعمل ايه او هفايت ليه، يعني ليه هفايت لما اقرب حد ليا اللي انا كان بيعتبره زي ابنه وكان قاعد في بيته ماسك معاه الخنجر زيه، لما انت كمان جاي تقتلني او جاي تاخد مني طعنه انت كمان وتبقى انت شاركت في قتلي. حتى الموقف نفسه في المسرحيه والفكره نفسها اللي اتعملت في الحقيقه، فكره انت بقيت زيهم، يعني لو انت لوحدك اقول لك ماشي الموضوع بيرسونال او انا ضايقتك في حاجه او انا اذيتك، انما انت تامرت معاهم بقيت زيك زيهم، اقنعوه ان هو واحد وحش ووسطهم. فبالنسه لسير حاسس ان هو خلاص يعني اكتر حد حطيت له حب واهتمام ومن اكتر ناس قريبه ليا عمل معايا كده، فاعمل ايه بعدها؟ حط طاقتك وحبك ومجهودك، مش شرط حتى في علاقه يا جماعه، لكن مثلا في شغل في اي تارجت او اي حاجه عايز تعملها. ولما الموضوع مش هقولك يفكس ولكن تحس ان كل جهودك دي كانت في السراب او كانت بلا جدوى، وده بقى محزن جدا. تحس بالخذلان، تحس ان انت مش عايز تقوم بقى خلاص. بس يعني مش عايز اطول في نفس النقطه واعيد وازيد، ولكن انا لو سبت نفسي مش هخلص كلام عن النقطه دي يعني. والضمن على فكره حلقه سيزر دي وكام حلقه يعني من اللي جايين في حلقات بتكون قريبه مني قوي، فبرضاش اكتب لها سكريبت ولكن بفضفض معاكم كده يعني. تاني نقطة عايز أتكلم فيها هي الشخص الماكر كيسيوس اللي بيحاول الكويس للوحش. كيسيوس ده كمان فكرني بصاحبتك اللي تقعد تسخنك قبل بعد أول خناقة، اللي هو يقول لك كذا اعملي كذا وطلعي 200 أو سوري يعني طلعي عيني وطلعي مش عارف إيه، أو صاحبك اللي هو إيه ده هتمشيك بتخليك تتغير علينا والكلام ده، اللي هو النوعية دي اللي هو بيدسلك السم في العسل زي ما بيقولوا، يقول لك كام كلمة كده إيه ده أنت هتسكت له وتروح تخش تتضرب في الخناقة دي. وعلى فكرة يعني بروتوس هو البطل الدرامي في المسرحية دي مش سيزر، ده اللي فاجأت معظم الناس يعني، عشان أصلا سيزر بيموت في نص المسرحية، هو بطل ولكن مش هو البطل الدرامي. والبطل الدرامي في المسرحيات طبعا اللي عارفين دراما هو الشخص اللي بيمر بتجربة ما بفيز معينة برحلة معينة وبنكتشف ان هو ايه العيب او بنام بيقع في مغالطة كده للبطل الدرامي. فهنا بروتوس شفناه بادئ ان هو كان كويس وكان المفروض من ضمن الناس المقربة لسيزر، وتحول لواحد من اهم الناس ويمكن هو الوحيد اللي قدر يخلي سيزر يستسلم لجراحه ووفاته. فهو تحول من شخص كويس قوي شخص وحش قوي. وفي نهاية المسرحية ونهاية الحكاية وهو بيقتل نفسه اعتذر، قال له انا ما كنتش مبسوط وانا بقتلك، فانا مبسوط دلوقتي وانا بموت نفسي عشان تسامحني او عشان اطهر نفسي من الفعل. فهو بدأ برحلة ان هو كان يعني شخص مش عارف الكلمة مش جاي على بالي، يعني اللي هو شخص ساذج ممكن نقول او شخص طيب زيادة وعلى نياته وبعدين اذى سيزر بشكل كبير، وبعدين بقى رجع تاني عرف غلطته، فبالنسبه له كان ضمن الشجاعه ان هو يقتل نفسه. خلاص انا قتلتك فانا هقتل نفسي وعلى امل ان انت ايه
يعني تسامحني، انا حسيتها كده يعني، مش شرط يكون معناها كده يا جماعه، ولكن انا حسيتها كده. فنفس الفكره في ناس كتير في حياتنا، مش شرط صحابي يا جماعه، ممكن اهلك او اي حد او زميلك في الشغل او اي حد او علاقه ما عابره او كحب او كده، في ناس بتحولنا للشخص الوحش. طبعا هي مسؤوليتك ان انت تكون تحافظ على شخصيتك وما تخليش حد ياثر فيك وهكذا، ولكن ده من ضمن الامور السيئه ان انت تلاقي شخص بيحولك من كويس للوحش، تكون شخص كويس جدا وبعد ما تعدي بالشخص ده تبقى وحش جدا، انا بسبب خذلان او بسبب ان هو دمرك نفسيا او whatever. الشخص الماكر اللي هو قادر يحولك من واحد طيب جدا لواحد مثلا بتشك في الناس كلها فور اكزامبل يعني. ودي شخصيات يعني عاجبني ان الشخصيه دي جينيريك قوي على مر العصور وعلى مر القصه. تلاقي دايما في شخص زي كيسيوس اللي هو بيغل قوي وكان شايف سيزر دايما، اللي هو كان دايما شايف سيزر ده احسن مني في ايه ومش عارف ايه. فاللي عمله كان فعل شنيع جدا ان هو ما قتلش سيزر بنفسه، وطبعا كان من ضمن المتآمرين، ولكن هو عارف مين اللي هيقتل سيزر، عارف ان بروتوس طعنته غير الباقيين، عارف لما يقولوا يا جماعه كده ايه فلان ده غير، عارف ان بروتوس ده غير. فلما هو يخش معاهم في العمليه دي العمليه هتفرق، لما الشخص الكويس اللزوز المحترم ده يكون معنا في الموضوع هيفرق. فليفل المكر ده انا بحس كيسيس قريب من الجوكر، او ليفل فكره الجوكر عامه. هو الشخص اللي هو شخص مش مضطرب، ولكن هو شخص عايز يخلي الناس تبان على حياتها وعايز دايما يفسد الناس ويثبت لنفسه ان العالم كله مكان سيء يعني. بس مهم مش هنطول برضه في دي، كل وقت مش هنطول فيها. المهم اخر نقطه حابب اتكلم فيها، وقلت بتكلم فيها ممكن كتير عشان هي مشتركه في كذا حاجه انا بحبها يعني، ويمكن انا بحب الاعمال اللي انا بحبها عشان النقطه دي، وهي نقطه ان كل واحد فينا محتاج حد يقول له ان العالم ما انتهاش. تيتو كان عايز حد يقول له العالم ما انتهاش، باتمان كان عايز حد يقول له العالم ما انتهاش، سيزر كان محتاج بروتوس يكون في صفه عشان يقدر يقاوم. واحنا في الحياه محتاجين دايما حد جنبنا يقول لك انت كويس، تصحى من النوم يقول لك انا بحبك، انت جميل، انت شاطر. على الرغم من مش هقول بس المجتمع المصري او العربي الفتره اللي فاتت او السنين اللي فاتت مع ضغطه مش هقول الرأسمالية وهكذا، ولكن تطور الزمن بقى فيه بحس كل الدول في العالم كله في جيم ما بين الاهل او ما بين الناس عامه، بقاش حد بيقول لحد بالسهل انت كويس او انت حلو، لا كل واحد بيعامل التاني اللي عايز فلوس من التاني، اللي عايز متعه جسديه زي ما قلت حاجه ماديه، او ان هو مثلا مرتبط بده عشان عنده نفوذ. بقاش في حد يا جماعه بيحب حد او بيساعد حد الا قليل قوي الغرض ان هو كويس، او الغرض ان هو يقول له يا سيدي بلاش يساعده بلاش يكون معاه. يعني كل فين وفين دلوقتي يا جماعه لما تلاقي حد جاي يقول لك ايه انت كويس انت جميل، يعني لو جينا نفكر فيها كده تلاقي الناس مثلا احنا ماشيين في الشارع سواء انت سايق او راكب، الناس مش طايقه بعضها، ممكن بسبب ظروف الماديه، ولكن ده برضو كان اقل شويه في اول الالفينات مثلا، ولكن كان موجود. انا شايف ان هو كان موجود، الناس دايما بقى في بينهم حته الجاب. فانا وجهه نظري ان اللي تعلمه من قصه سيزر دي ان كلنا محتاجين حد زي ان هو يكون عايزين حد زي مارك انتوني، حد يدافع عننا، عارف اللي هو يا جماعه حد ياخد صفك ويقول لا ده حلو ده جميل، مش حد يقعد يطلع عيب فيك ويقول لك انت وحش وانت عملت لي تروما وانت عملت لي لاف بومبينج. والناس بقت بتستخدم مصطلحات كتير قوي يا جماعه. طبعا كل واحد حر وما اقدرش احكم على حد بحاجه، ولكن بحس احس المصطلحات دي الناس بتستخدمها وخلاص يعني. فانا بالنسبه لي وجهه نظري طبعا هي زي ما بيقولوا كانت طعنه قاتله جسديا، ولكن سيزر كان اللي صدمه واللي تعبه اللي خلاه انهار زي ما قلت هو ان لقى اقرب حد ليه واقف ضده. ونفس الكلام في قصص كتيره احكيها، مثلا باتمان القصه المشهوره الناس عارفاها ان حد وقف جنبه وهو صغير قال له العالم ما انتهاش انت كويس انا معاك، فهو حب يعمل كده بعدين فضل يعمل كده. نفس الكلام فيلم تيتو لما هو شاف طفل صغير وحاول يساعده عشان حاسس ان هو عايز حد كان يعمل معاه كده طفل يقول له ما تنزلش في الشارع اتعلم يا ابني اعمل حاجه مفيده. كلنا يا جماعه محتاجين حد يقول لنا العالم ما انتهاش، زي ما بقول كده حد يقول لك الصبح زي ما نشوف الافلام الانجليش انت جميل انا بحبك وخلاص. يعني حتى واحنا صغيرين كل لك عايز الدرجات حلوه عشان احبك، اشرب اللبن عشان تبقى كويس بس. فما فيش حد جه قال لك يا جماعه انت حلو وخلاص، لا دايما كان في شرطيه كده، لو انت بقى عملت كذا هنحبك. حتى لما كبرنا لو عملت لي كذا هحبك، لو انت فضلت ماشي بالشكل اللي انا عايزه هحبك. فده شيء سيء طبعا يا جماعه. احنا عايزين حد يقول لنا العالم ما انتهاش، حد يقول لنا انت كويس لسه قوم كمل. طبعا انت محتاجين كلنا نقول لنفسنا في الاساس يعني، بس مش هيضر يعني يا جماعه لو حد كمان جه قال لنا كده، يعني احنا بنقول لنفسنا كل يوم عشان نصحى ونكمل. اي حد فينا متضايق او شايل حاجه جواه، ولكن هيبقى شيء جميل لما حد تاني يجي يقول لك انت كويس وقوم كمل. المهم يعني اتمنى يعني ما اكونش طولت عليكم. انا كنت معاكم عمر الدش ومسرح القصير والافلام. في نهايه الحلقه دي اتمنى ليكم تكون امسيتكم افضل من امسيه يوليوس سيزر، ونتقابل في الحلقه الجايه. سلام.